هسألك سؤال. اشرح لي كده يا ترى المروحة اللي عندك في البيت بتشتغل ازاي؟ هتضحك ممكن وتقول لي ايه السؤال البسيط ده؟ اكيد الموضوع بسيط يعني وسهل. بنتك على الزرار، الكهرباء بتنتقل للمروحة وبعد كده المروحة بتبدأ ان هي تشتغل. الموضوع يعني بسيط وعادي. طب لو انا سألتك وقلت لك جرب كده ترسم لي الميكانيكا بتاعة المروحة نفسها من جوه، هتلاقي نفسك استصعبت الموضوع جدا، وهتكتشف في الحقيقة ان انت ما كنتش عارف زي ما انت متصور. ازاي مع انك كنت من شوية واثق ان انت فاهم كل حاجة؟ اهو هنا بقى الكاتب اللي احنا بنتكلم عنه في الكتاب اللي بيقول انت لست ذكيا الى هذا الحد، بيقول لك انت في الحقيقة انت فاكر ان انت عارف، بس انت مش عارف. ده اسمه وهم المعرفة. في دراسة عملوها في جامعة ييل، جابوا مجموعة من الناس والمجموعة دول كانوا مفكرين نفسهم يعني فاهمين في حاجات كتيرة، زي ان ازاي القفل بيشتغل او ازاي المكنسة الكهربائية بتشتغل او ازاي العجلة بتشتغل، وسألوهم أسئلة كتيرة ليها علاقة بالموضوع ده. والكل اللي كانوا مفكرين نفسهم ان هم فاهمين، لما طلبوا منهم يشرحوا بالتفصيل في مواضيع معينة زي دي، اغلبهم سكتوا واتلخبطوا، واكتشفوا ان هم في الحقيقة مش فاهمين فعلا، بس كانوا حاسين ان هم فاهمين. لو قسنا الموضوع ده على البشر، انت ممكن تبقى متصور ازاي الشخص اللي قدامك بيتصرف، فاهم انفعالاته وفاهم دوافعه بشكل حقيقي، بس في الحقيقة انت ما زال عندك وهم المعرفة. لو سألتك يا ترى انت نفسك بتتصرف ازاي، انت بتحب بناء على ايه، او بتكره بناء على ايه، او بتوافق على الحاجات بناء على ايه، او بترفض الاشياء بناء على ايه، او بتشتغل الشغل الفلاني اللي انت بتشتغله ده بناء على ايه، او بتاخد قرارات معينة في حياتك بناء على ايه؟ متصور ان انت فاهم او انت عارف، مع ان الحقيقة انت عندك وهم المعرفة. مخك مش بيحب يعترف ان هو مش عارف. لما تشوف اي حاجة حواليك شغالة كويس، دماغك بتفترض تلقائيا ان انت فاهمها. الكاتب بيسمي ده أوهام الفهم اليومي، يعني حاجات بتستخدمها كل يوم بس عمرك ما وقفت وفكرت فيها بجد. تخيل معايا كل يوم بتفتح الموبايل، بتدخل على ابلكيشن معين او بتحجز اكل او بتتفرج على فيديوز معينة، بس هل تعرف فعلا ازاي الموبايل بيشتغل من جوه؟ ازاي الشبكة بتتنقل؟ ازاي اللمس بيتحول لأوامر؟ طبعا لا، بس في دماغك انت حاسس ان انت فاهم، عشان الموضوع شغال بسلاسة، وهو ده الوهم بحد ذاته. الفرق بين اللي انت حاسس ان انت عارفه وبين اللي انت عارفه فعليا هو كبير جدا جدا جدا. والمصيبة ان كل ما ازداد شعورك ان انت فاهم، كل ما قلت رغبتك الحقيقي في التعلم الحقيقي. الناس بتاخد قرارات مهمة بناء على معلومات سطحية او شعارات، سواء كان في الصحة او التربية او العمل او في اي مجال من المجالات. اللي واخد قرار ان هو يشتري منتج معين او يصدق خبر معين ممكن يكون معتمد على احساسه ان هو فاهم، مش على معلومة حقيقية. كل ما تلاقي نفسك واثق ان انت فاهم حاجة معينة، وقف نفسك شوية واسأل، هل انت فعلا فاهم ولا الموضوع من بره شكله بسيط فدماغك بتضحك عليك؟ جرب تشرح الحاجة اللي انت متصور ان انت فاهمها، ولو معرفتش ابدأ ان انت قول لنفسك انا في الحقيقة مش فاهم الموضوع قوي زي ما انا كنت متصور. في عالم المعلومات فيه سريعة، اللي بيعرف يدور ويتعلم هو اللي بيتقدم، اما اللي فاكر نفسه عارف كل حاجة هتلاقي ان هو بيوقع نفسه في مشاكل وهو يدعي انه يحسن صنعا. شاركنا في الموضوع ده، ولو عندك أي آراء عن الأفكار اللي احنا بنتكلم فيها ممكن تسيب كلامك أو رأيك في التعليق، واحنا نبدأ إن احنا نتناقش مع بعض في الموضوع ده. وافتكر دايما انت مخك بيضحك عليك وانا مخي بيضحك عليا، وكلنا بشر مخنا بيضحك علينا، بس لازم نبقى واعيين وفاهمين ده عشان ما نستمرش في ادعاء اوهام كتيرة قوي احنا بننقاد وراها في عقولنا وفي دماغنا. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.